الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم مع شخصية جديدة، شخصية جديرة بالاحترام، شخصية جعلت من القرآن طريقا تمشي فيه وتساند كل من حفظ كتاب الله. معنا ومعكم الشيخ السيد الحديدي. أهلا بيك يا شيخ سيد، معنا منورنا. يا أهلا وسهلا سيادة المستشار محمد، وشرفتنا والله وشرف كبير لنا، وانت دايما يعني مفتاحا للخير مغلقا للشر، واحنا متابعين حضرتك كتير أوي في برامجك الجميلة اللي انت بتعملها الهادفة. رمضان كريم يا شيخ سيد. ربنا يعزك، الله أكرم، كل عام وأنتم إلى الله أكرم. طبعا يعني في بداية الحلقة دايما بنحب نسأل الضيف عن سيرته الذاتية، وأول ما بنبدأ الكلام بنبدأ من هو الشيخ السيد الحديدي وباختصار. والله أنا خادم لكتاب الله عز وجل، العبد الفقير إلى الله السيد الحديدي، من الجمالية دقهلية. اتولدت في سوق السمك في البلد اللي أنا بعشقها وبحبها حب يعني لا يوصف. حصلت على معهد دراسات تكميلية وعينت مدرس بالمرحلة الثانوية الصناعية، ثم انتسبت إلى الجامعة المفتوحة وحصلت على بكالوريوس تجارة عام 98. عايزين نسأل حضرتك يا شيخ سيد، طبعا في الصغر وذكريات جميلة في الصغر وذكريات الطفولة، وطبعا في البداية كان الأب والأم حريصين دايما على إن هم يودوا ابنهم الكتاب. هل تتذكر اسم الشيخ اللي حفظ لحضرتك في الصغر؟ طبعا يعني ده علم من أعلام القرآن، وتقريبا يعني علم نص البلد أو 3/4 البلد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، الشيخ محمد العيسوي، فهو علم من أعلام القرآن وله البصمة الكبيرة. وكنت أنا يعني الطالب المدلل عنده في التحفيظ. كان بيحفظك إزاي يا شيخ سيد؟ يعني طريقته كانت إزاي؟ الشيخ محمد كان بيحفظني باللوح، كنت بكتب القرآن باللوح، فكنت يكتب يعني اللوحة كان كم آية يعني تقريبا؟ 3 آيات 4 آيات، واحفظهم واجي اسمعهم له. أول ما حفظك الشيخ العيسوي، نعم، حفظك إيه؟ يعني بدأت بإيه؟ بدأت من جزء عامة من كل أعوذ برب قصار الصوت. إيه نعم، حتى أن أتم الله علي عنده القرآن. طب حضرتك وصلت لفين في القرآن الكريم؟ هل أتميت حفظ القرآن الكريم؟ من الله علي بحفظه منذ الصغر، ثم في سن كام حضرتك؟ يعني وصلت لحفظ 9 سنين تقريبا. 9 سنوات. لأن الوالد رحمة الله عليه من ما شاء أهل الله، القرآن، والجد من أهل القرآن، والعمام من أهل القرآن، فالعالم كلها قرآنية. عائلة الحديد يبدو أن حضرتك منذ الصغر مهتم بالقرآن يا شيخ سيد، وطبعا القرآن هو كلام الله طبعا، وطبعا ما فيش بعد كلام ربنا يا شيخ سيد. ورجعت القرآن مع الشيخ عبد العلاوي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. في المرحلة الابتدائية طبعا حضرتك بعد ما خلصت مرحلة الكتاب دخلت المرحلة الابتدائية، المدرسة الابتدائية كانت مدرسة ايه يا شيخ سيد؟ مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، يعني كانت أيام جميلة جدا، ومن ضمن المدرسين الأعزاء اللي حببونا في اللغة العربية واللي حببونا في الرياضيات كانت المدرسة بتاعتي اللي قبلنا بيها من عندكم تقريبا، ومن الأستاذ محمد عرفة السيد سعيد. طبعا كانت دي أستاذتي ومدرستي. طبعا هي حببتك في اللغة العربية، وبما أن اللغة العربية هي طريق لقراءة القرآن أيضا يا شيخ سيد. صحيح، والأستاذ شهبور جميل والأستاذ حسن الجمل، دولتي من الناس اللي تركوا بصمة كبيرة جدا في حياتي بالنسبة للتعليم وحب القرآن والإذاعة وما غير ذلك. عايزين نعرف يا شيخ سيد كيف تكون قراءة القرآن الكريم، بما أن حضرتك مهتم بالقرآن وحافظ لكتاب الله وداعم دايما للحافظين لكتاب الله، كيف تكون قراءة القرآن الكريم؟ قراءة القرآن الكريم لابد أن تكون بالتلقين، تكون بتحفظ على شيخ. بعض الناس بيحفظ من نفسه أو بيحفظ من النت، في بعض الحاجات الإنسان بيتجاهلها أو بتكون بعيدة عنه في حفظ القرآن الكريم، سواء من المخارج أو غير ذلك. فطبعا الشيخ اللي بيحفظ دوت بيكون أعلم بهذه الأمور. فأنا أقول ودايما أنصح الإخوة اللي بيحفظهم يكون بالتلقين على شيخ. طيب يا شيخ سيد، عايزين نسأل هل العلم له دور في قراءة القرآن الكريم؟ يعني هل الإنسان لازم يتعلم النحو والصرف والبلاغة وعلم التجويد خاصة؟ طبعا علم التجويد هو العلم أساس قراءة القرآن الكريم، لأن طبعا عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم لابد أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه. صحيح. فهل للعلم دور في قراءة وحفظ القرآن الكريم؟ هو القرآن خير معلم، عن القرآن تربية ووعي. إن أنزلناه قرآنا
عربيا، يعني القرآن أصلا لغة عربية. اللي يحفظ القرآن، يعني أنا ما درست اللغة العربية مثلا ولا مثل المتخصصين مثلا زي فضيلة الدكتور محمد سنة طلع عندنا، لا يعني أنا حضرتك اجتهدت. اجتهدت وبالقرآن. يعني أنا كان التخصص بتاعي كهرباء، فأنا يعني لما أجي أكون خطيبا أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى هي عملية اجتهاد. طبعا نعم. العلم له اجتهاد. بالضبط، فالقرآن الكريم خير معلم أكيد يعني طبعا. ومربي. وطبعا التجويد هو معناه التحسين أو إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح. يعني المد مد والإدغام إدغام بالضبط، دي أحكام لابد الإنسان يلتزم بها. أحكام التلاوة شخصية. بالضبط في القرآن يعني. طيب هل يعني يفضل لحافظ القرآن أن يقرأ القرآن ويتدبره؟ يعني بمعنى أن هو يعلم المعاني وهو يقرأ القرآن حتى ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى التي أتت في القرآن؟ أول شيء يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يتجه إلى العلوم الأخرى، علوم القرآن. بعد كده يتجه إلى أحكام التجويد في القرآن. لما يتعلم علوم القرآن كلها يبتدي سبحان الله وهو بيقرأ القرآن يتمعن في الآيات ويدرس على يد متخصصين تفسير علماءنا في الأزهر ما شاء الله وفي الأوقاف كثر. يعني لما يتعلم منهم يتلقن منهم العلم فهذا يكون أفيد وأفضل لكل طالب. طيب حضرتك طبعا انتهيت من المرحلة الابتدائية وأكيد تتذكر بعض الأصدقاء، هل تتذكر بعض الأصدقاء في المرحلة الابتدائية؟ كان صديق عمري وحبيبي وزميل تختة واحدة السيد وكيل الوزارة محمد البرهمتوشي، ده زميلك زميلي لا تنساه. طبعا الأستاذ محمد بنطش، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حاله ويوفقه في هذه الأيام الطيبة المباركة، من أعز الناس. كان معايا برضك الدكتور عبد المجيد العلاوي، كان معايا يعني مجموعة طيبة جدا من الإخوة الأفاضل اللي كانوا من المرحلة الابتدائية. الأستاذ محمد حافظ، محمد حافظ فرج الله، وكانت أمه مدرسة عليها الأبلة سناء الأبلة سناء رحمة الله عليها يا رب. نعم، من الناس المحترمة الأبلة سناء طبعا. وكانت يعني كان لها دور في العمل الخدمي طبعا. وكانت أعتقد أنها كانت بتساعد في زواج كان زمان الأيتام وتقف جنب الغلابة. كان زمان. وكان الأستاذ علي رجب في الابتدائية بصراحة كانت مجموعة جميلة جدا، وأنا كنت ماسك الإذاعة، كنت ماسك الطبلة. يعني دايما انا بكون رائد الفصل او دايما يعني حريص. نشاط حضرتك كان في نشاطات ثقافي في المدرسه والشعر والنثر وما غير ذلك. كنت دايما بحب اشارك في الامور اللي زي كده. حضرت طابور الصباح يا استاذ شيخ سيد؟ طبعا حضرته اكثر من كم مره يعني في المرحله الاعداديه. وكان الاستاذ عبد الرحمن العلاوي ابو الاستاذ اسامه العلاوي ده كان ماسك مسؤول الاذاعه. في دورك ايه كان في انا اللي كنت بقدم الاذاعه. يعني حضرتك كنت المقدم للفقرات بتاع كنت رائد الفصل ايضا. رائد الفصل نعم. طبعا عشان يختاروا رائد الفصل كان في انتخابات كده بيعملوها طبعا بورق وبنختار صحيح. منها ولا كان الاختيار ازاي؟ طبعا لا، كان اللي بنأيد مين وكده ده كذا ده كذا يرفع ايده يبقى فلان الفلان. من المؤكد يا شيخ سيد هم طبعا هو لما بيختاروا شخصيه قياديه في مكان اكيد بيختاروا الانسان المحبوب، الإنسان المؤدب، الإنسان الأكثر خلقا، الأكثر علم. كان في روح حقيقة وتوافق. كل أسرة واحدة، كل الناس بتحب بعض، كل أسرة واحدة تحس كده إنك فعلا، وكل الناس بتتمنى الخير لبعضها، بتتلقن العلم بحب. أكيد يعني حابب المعلمين لما طلعت المرحلة الإعدادية يعني طبعا أكيد كان في مدرسين وزملاء أيضا هنسألك عنهم، ولكن عايزين نسأل المادة اللي لفتت انتباه حضرتك واللي حضرتك حبيتها كانت مادة إيه في الإعدادي؟ الرياضيات. يعني كنت بتحب الرياضيات فعلا؟ جدا، كنت بحب الرياضيات جدا جدا. كنت بحب اللغه العربيه. كان الاستاذ هل تتذكر مين المدرس بتاع الرياضيات؟ كان الاستاذ عبد العزيز هند الله يغفر له ويرحمه، ده من اعلام الرياضيات لو حضرتك تتذكره. طيب اكيد الاستاذ عبد العزيز هند ساب اثر في شخصيه حضرتك طبعا. يعني كان معلم يعني بصراحه له. الاستاذ اسعد سالم الله يغفر له ويرحمه، ده من ضمن الناس اللي كانت مدرسة ايه؟ المدرسة الإعدادية اسمها المدرسة الإعدادية، مدرسة الجمالية الإعدادية. هل اشتركت أيضا في أنشطة في هذه المدرسة؟ كنت رائد الفصل، كنت بشارك في جميع النشاطات الثقافية، وكنا بنطلع بره المنصورة بنروح القاهرة، كنا بنشارك في المجال الثقافي والإعلامي وخاصة الشعر والزجل. فأنا كان ليا في الزجل، حتى أنا كنت مرة ألفت جزئية. يعني حضرتك بتؤلف الشعر أيضا؟ لا الزجل وليس الشعر، لأن الزجل ممكن هو الزجل نوع من أنواع الشعر بالظبط، لا شيء آخر. عندما انتهيت من المرحلة الإعدادية طبعا يعني هل المرحلة الثانوية، هل رحت الثانوي؟ كان اسمها إيه المدرسة الثانوية؟ أنا كان مكانها فين؟ مدرسة الجمالية الثانوية التحقت بها في الأول،
ثم ما كنتش ليا مجال الا اني اكمل في غيرت الى معلمين، الى المعلمين 5 سنوات اللي هي معلمين مدارس ابتدائي. ثم ما كملت فيها فالتحقت بالمدرسه الثانويه الصناعيه بالمنزله. تمام. يعني حضرتك غيرت وجهة نظرك الى بعد ما المدرسة. جلست هنا 20 يوم وهنا 10 ايام، فكان اختلاف بيني وبين الوالد، لان كنت نفسي اروح. طب ليه غيرت وجهة نظرك؟ كنت عايز اروح الازهر. اه وكانت الوالد رافض كل جزئي، لان كان ليا اخت كبيره تعقدت من الازهر، وانا كنت كل جميع زمايلي يعني كلهم حولوا على الازهر، كل زمايلي حولوا. طبعا الازهر الشريف مناره كبيره بالضبط. وايضا التربيه والتعليم لها كل انا التقدير. كنت عاشق الازهر وبحب الازهر، فاضطريت ان انا ما كانش ليا نفسي بقى خلاص قفلت معايا، زعلت، فدخلت المرحله الحمد لله وكنت من الاوائل، حتى انا حصلت على رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجمهوريه وليس على مستوى بس المنزله، المرحله الثانويه الصناعيه التجاريه الزراعيه، على مستوى المنزله كلها كنت من رئيس اتحاد الطلاب، ثم على مستوى محافظه الدقهليه، يعني انا سلمت على مدير المدرسه ثم وكيل الوزاره ثم وزير التربيه والتعليم احمد فتحي سرور في القاهره. يبدو يا شيخ سيد ان اسلوب حضرتك اللين جعل لك مكانه في القلوب عندما تذهب الى مكان يختارك الاساتذه والزملاء الى ان تتبوأ مكانه عندهم. بالقران. نعم. القرآن يرفع صاحبه. صاحب القرآن غني، صاحب القرآن له رفعة ومكانة. طبعا ما أجمل أن يقرأ الإنسان القرآن وأنه يفتح المصحف يقرأ آية ويتدبر معانيها، وما أجمل أن أنت تقابل شخص حافظ للقرآن الكريم، وما أجمل الشيخ أو الرجل الذي يحفظ. طبعا كل هؤلاء يأخذون ثواب عظيم نتيجة أن هم بيصاحبوا القرآن الكريم ويقرؤون كلام الله عز وجل الذي أتى به إلى سيدنا محمد عن طريق سيدنا جبريل. طبعا النهاردة يعني بنستغل الفرصة مع فقيه وعالم اجتهد. صحيح الشهادات بتاعته مش شهادات عالية ولا هي في الدكتوراه، ولكن إنسان اجتهد وقرأ وتعلم، والعلم يأتي نتيجة القراءة. وطبعا نحييه على هذا الكلام، ونحييه أيضا على أنه هو ساند الكثير من حفظة القرآن الكريم، وعمل مسابقات عديدة أهمها المسابقة الأخيرة في محافظة الدمياط، وكانت برعاية وزارة الأوقاف، وكان السيد المحافظ موجود ووكيل وزارة الأوقاف ووكيل وزارة المالية والعديد من الشخصيات وأعضاء مجلس الشعب، طبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي لا يألو جهدا تجاه حفظة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي يرفع صاحبه شأنا ويجعله عالي المقام. طبعا الكلام دوت شيخ سيد حضرتك مريت بتجربة عظيمة، وهي تجربة عمل مسابقات لاختيار الأشخاص وإعطائهم جوائز الناس اللي بتحفظ القرآن الكريم، اللي بيطلع الأول واللي بيطلع الثاني. هذه الفكرة جت لك إزاي يا شيخ سيد؟ والله هذه الفكرة طبعا لما سافرت خارج مصر السعودية فالتحقت بمسابقات القرآن الكريم العالمية وأخذت الخبرة وحبيت، أنا حابب التحفيز دايما والتشجيع لأبنائنا وبناتنا، لأن المسابقات الهدف منها هو التحفيز لحفظ كتاب الله. تشجعهم طبعا، بتشجع الطفل لما تشجعه وتقول له انت لو حفظت الصوره دي انا بديك كذا، ده في مسابقه عاملها فلان او وزاره الاوقاف او الازهر او فالطفل يبتدي يراجع القران فعلا. ده كلام سليم، يترسخ القران في عقله. ده كلام سليم يا شيخ سيد. وفعلا انا لما جيت اخاطب ابني صغير عنده 7 سنين وهو لسه في ثانيه ابتدائي، فعشان اشجعه على حفظ القران، هي الموضوع المادة مش مقياس، ولكن الطفل بيفرح، هو تشجيع، بيفرح بالجائزة وبيفرح، فبالتالي بيبقى عنده استعداد انه ينهض ويحفظ. بالضبط، وبالمهرجان وانه بيبقى قدام الناس ويتكرم ويبقى كده، بتديله نوع من ان انت ليك قيمة، لأن القرآن قيمة طبعا، ويجعل صاحبه قامة طبعا، وصاحب القرآن ده بين الناس بيبقى له مكانة عالية. طبعا قارئ القرآن الكريم يعني يعتبر فقيه يا شيخ سيد. بالقرآن ده يعني دايما يقول لك اوعك يعني تيجي على انسان حافظ كتاب ربنا، دايما ربنا حافظ الانسان ده، ودايما ربنا بينجيه من المهالك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن يرد الله به خيرا ومن سلك طريقا للعلم سهل الله طريقا للجنة. طبعا يعني طريق العلم طريق جميل، وطبعا يعني العلم هو القرآن الكريم. لحد النهاردة الأطباء بيكتشفوا حاجات علمية نابعة من القرآن الكريم يا شيخ سيد. صحيح. والقرآن مليء بالقصص، قصة سيدنا يوسف والعديد
من القصص اللي والقرآن بتدينا عظة هو وعبرة. خير واعظ. أكيد طبعا. نعم خير واعظ القرآن. وطبعا الأزهر الشريف هو الذي يتبنى هذا الأمر يا شيخ سيد، طبعا برعاية الأزهر الشريف المنارة العلمية اللي مسمعة في جميع دول العالم والدول العربية. بفضل الله سبحانه وتعالى أزهرنا الأنور يعني يعتبر قلعة من العلم، علم الأمة كلها، علم العالم كله، انتشر العلم حتى العلماء الأكابر، هيئة كبار العلماء في جميع دول العالم يقول لك أنا يفتخر، يقول لك ده دارس في الأزهر. الأزهر هو يعني طبعا وسطية في الأزهر الدين طبعا والتسهيل. دايما الأزهر بيعلمنا الوسطية والاعتدال. خدت بالك يعني لما الإنسان يكون عنده وسطية في كل حاجة، لا يتزمت في الدين ولا ما يتعصب، يبقاش متشدد طبعا، ولا يتعصب أيا من كان هو. الأمور سهلة وبسيطة يا شيخ سيد. بالضبط، أمورنا سهلة، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعامل الإنسان بعمله الدين يسر يا شيخ سيد. ومعاملة. أكيد. معاملة يعني طبعا الإنسان ما يصليش وما يصومش ويعمل، وبعدين أفعاله تدل على العكس. لابد أن تكون أفعال الإنسان دالة على العبادة اللي هو بيعملها. يعني الإنسان حافظ للقرآن يفعل بما يأمره القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. هننتقل إلى جانب آخر طبعا من الأسئلة، وهنرجع تاني للقرآن الكريم، لأن خير ما نتحدث عنه هو القرآن الكريم يا شيخ سيد. طبعا عايزين نعرف طبعا في حياة الشيخ سيد الحديدي العديد من المواقف. عايزين نعرف أجمل موقف مر به الشيخ سيد الحديدي، من حيث يعني موقف جميل تتذكره دايما وانت قاعد مع نفسك كده تقول الله ده انا فاكر موقف كذا، زواجك، حفل عيد ميلاد، سفر، جائزة حصلت عليها، اي موقف تتذكره. والله موقف كنت مرة بطوف حول الكعبة وكان في شخص انا ليا 21 سنة ما شفتوش، وهذا الرجل يعني من المحب، هو من مصر بس احنا افترقنا، يعني كان هو من صعيد مصر وبنا اسيوط مركز ابو تيش، وكان في تواصل ايام التليفونات قبل الموبايلات والحاجات دي، وانا خلاص فقدت هذا الرجل، وكان من اعز الناس اللي انا بحبهم في الله، وكان لنا مع بعض مواقف كثيره جدا، سافرنا مع بعض وجانا مع بعض، وانا بطوف حول الكعبه الساعه 2 الا ربع مساء قبيل الفجر، وانا الاقي واحد بينده عليا، وسبحان الله واحتضنته بهذا لان الحب ده كان في الله. يعني حضرتك اكيد طالما عندك حب للغير لما بتلاقي شخص عزيز عليك من فترة ده بيبقى شيء جميل طبعا، وخاصة في الحرم الشريف ده بتبقى حاجة جميلة. فمن اعظم الاماكن يا سيادة المستشار الحاجات اللي بتفرحني وبتسعدني اكرم الضيف. طيب في الحرم يعني عايزين نسأل دايما، يعني انا شخصيا يعني برجو الله سبحانه وتعالى ان انا اعمل عمره او حتى احس علشان خاطر احس بالمشاعر الجميله. عايزين نسالك عن مشاعرك واحساسك داخل الحرم بيكون ازاي؟ اولا الحمد لله انا من عام 1992 الى هذا الوقت احج كل سنه. ما شاء الله. يعني تقريبا ده طبعا خير وبركه من ربنا سبحانه وتعالى. بصفه اللي انا اضافه الى انا صديق شخصي لاحد ائمه الحرم، حتى عرفت اهل الجماليه معظم اللي كان بيجيني يعني إمام في الحرم المكي وإمام في الحرم النبوي، من أعز أصدقائي، بل في علاقة أسرية تربطني بأحد أئمة الحرم الكبار اللي موجودين الآن في الحرم وبصلوا الأيام دياتي في الحرم. زي ما بنقول هو اللين اللي عند حضرتك بيجعلك تتوغل إلى القلوب، ويبدو إن كل مرحلة حضرتك بتمشي فيها بتتعرف على أشخاص صحيح بيساعدوك وينهضوا بك في الحياة، وطالما ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الانسان طالما نيته حلوه يا شيخ سيد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له جميع الطرق، هذا صحيح. شوف اهم شيء سلامه القلب. لو انت بتتمنى لاخوك المسلم ما عندكش لا حقد ولا شحناء ولا بغضاء، وعندك سلامه في القلب، الا من اتى الله بقلب ايه؟ سليم. لو انت قلبك سليم والله العظيم ده احسن افضل شيء للانسان في سعاده المرء. يعني فعلا حقيقي ان الانسان لابد ان يحب لغيره ما يحب لنفسه. نعم، اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اوصني واوجز، انا عايز منك وصيه بس تكون مختصره. قال عليك بالياس مما في ايدي الناس فانه الغنى، واياك اسلوب تحذير، والطمع فانه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وانت مودع واياك ومعتدل. اذا الانسان لابد ان هو يكون راضي ومتمني لاخيه المسلم الخير، ومتمني لاخيه المسلم الخير. وطبعا احنا عايزين نقول ان الرزق يا شيخ سيد، الرزق مش فلوسه بس، الرزق احيانا بيكون في الصحه، في بركه في العيال. مش لازم يبقى حظك من الدنيا ان انت جمعت مال عشان تبقى سعيد. عارف يا سياده المستشار محمد، خير الاعمال، وانا بقول الكلمه ديت وبرنامج حضرتك مسمع للناس كلها،
انك تدخل الفرح والسرور على اخيك المسلم. اكيد. بعض الناس ولو بكلمه. بعض الناس بيبقى عندهم امكانيه انك انت تعمل لي خير، او انك انت تشغلني، او انك انت تفتح لي باب رزق، ويجي بقى يقول لك ده يعرفك، ده يحسدك، ده يطلع اسرارك بره، ده لا مش كده. عمر المعادله ما كان كده. اذا انت اخلصت النيه لله وكان بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يعني حضرتك بتعمل الخير ولا وما بتنتظرش جزاء من احد. الجزاء عند الملك يعني لا جزاء ولا والجزاء شكور الا من الله في الدنيا اه على حبه اه مسكينا ويتيما. يعني اعمل الحاجه بحب. لما تعمل الحاجه بحب متمنيا للاخر الخير، اعلم علم اليقين ان ربنا هيزيدك وهيرفع من قدرك وشأنك في الحياه الدنيا. انت انسان جميل يا شيخ سيد والله، ربنا يعزك. وكلماتك كلمات جميله ونصائح عظيمه للساده المشاهدين. طبعا اعزائي المشاهدين هننتقل الى جانب اخر، هنسال الشيخ سيد عن جانب المراه في حياه الشيخ سيد الحديدي، وهنتكلم باسلوب بسيط خالص، وهنقول ما هي اول امراه دخلت قلب الشيخ سيد الحديدي. والله أول امرأة دخلت قلبي ولها التقدير والاحترام والامتنان، وأسأل الله سبحانه جل في علاه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يغفر لها ذنبها، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. الوالدة أمي رحمة الله عليها، فهي من ربطنا، وهي من كانت حريصة على حفظنا لكتاب الله، وهي كانت من حريصة على أن نتعلم. فالمرأة هي تعتبر أساس الحياة. ذكرياتك ايه مع والدتك؟ يعني هل تتذكر بعض الذكريات وانت صغير كانت والدتك بتعمل معاك ايه؟ كانت تحفزني، وكانت تدلعني، وكانت تشجعني، وكانت تلبسني، وكان عندها مكنة خياطة كده بسيطة، كانت تجيب بعض الأقمشة وتجيب لي قطعة في قطعة وتعمل لي ألوان. وتعمل لك عروسه صغيره؟ لا ألبسها لبس. كانت لبس. تخيط. ما شاء الله. فكانت يعني رحمة الله عليها، يعني تربينا على البساطة. انسانه بسيطه. احنا تربينا على البساطة، تربينا يبقى عندنا دجاج، يبقى عندنا يعني حياة اللي هي حياة المكان الناس او العادية. الحاره اللي حضرتك نشأت فيها كان اسمها ايه؟ حارة الصيادين، حارة سوق السمك. هل لحضرتك ذكريات فيها تتذكرها؟ حاره الصيادين او حاره العيد؟ أنا لم أنسى حارة الصيادين، ولا أنا بعشق الجمالية عشقا عميقا. شيء جميل. حتى النخاع. شيء جميل ان حضرتك تنتمي الى البلد الذي ولدت فيها شيخ سيد. حضرتك ذكرت على سبيل المثال، قلت مسابقة القرآن اللي عملناها في دمياط. لا، أنا عملتها على مستوى دمياط والجمالية فقط من محافظة الدقهلية. حبا في مدينة الجمالية. طبعا مدينة الجمالية يا شيخ سيد بلد أهلها ناس طيبين وبالفطرة ست المستشار. ولما بنبعد عنها فعلا بنرجع، نبقى عايزين نرجع الجمالية تاني. قالوا لي لا ما ينفعش الجمالية، قلت يبقى ما فيش مسابقة، يبقى أنا هعمل مسابقة في الجمالية. كان شرطي الأساسي أن تضاف الجمالية إلى محافظة دمياط حتى أن يكون اسما، يبقى أنا تركت بصمة في بلدي اللي أنا بحاول أعمل أي شيء زي الأكابر اللي عملوا في البلد. شيء جميل إن حضرتك يعني تنتمي إلى البلد الذي ولدت فيها، مدينة الجمالية. طبعا. مدينة طلع منها علماء، وطلع منها مناصب كبيرة وضباط شرطة، وطلع منها أساتذة الجامعة. طبعا شيخ سيد الإنسان يعني لما بيروح أي مكان يسافر، طبعا حضرتك سافرت السعودية واشتغلت فيها وتعبت في حياتك، أكيد اللي وصلت له دلوقتي رحلة كفاح عظيمة. احكي لنا عن رحلة كفاحك كانت إزاي منذ أن سافرت إلى دولة السعودية، واشتغلت إزاي علشان خاطر الشباب يتعلموا، والشباب حضرتك يشتغلوا ويجتهدوا عشان خاطر يوصلوا للي هم عايزينه. كان في نقطة مهمة جدا حضرتك سألتني فيها، أنا بسيرها دلوقتي، إنك بتقول لي المواقف الجميلة اللي في حياتي. أنا من رابعة ابتدائي كان بيجيني حلم يتكرر معايا، والله الذي لا إله غيره، إن هذا صدق أقوله. كان بيجيني رؤية بشوفها، مسجد، قبة مسجد قديم كده. فالرؤية دي قعدت تتكرر معايا في الابتدائي وفي الإعدادي وفي المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة. يعني لما التحقت بالجامعة، لأن أنا أخذت معهد ثم التحقت بالجامعة المفتوحة بكالوريوس تجارة، ثم دار الحديث بمكة المكرمة 4 سنوات درست دار الحديث، ثم معهد إعداد الدعاء. خدت برضه معهد إعداد الدعاء عشان أتعلم. أنا داخل مش باخد، بتزود نفسك للعلم فقط، بطور نفسي. ولما خدت كلية التجارة، عشان أنا اشتغلت في تجارة، اشتغلت في العطور في السعودية، كان عندي مصنع، وشغلت تقريبا عدد كبير جدا من أهل بلدي. ما شاء الله. كنت حريص جدا إن أهل بلدي هم اللي يكونوا معايا في البتاع. فالمسجد ده لما جيت أسافر السعودية أول مرة، استقبلني الحاج أحمد العفيفي، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرضيه وأن يغنيه، اديله الصحة يا رب، اللي هو رئيس جماعة أنصار السنة حاليا في الجمالية. الحاج أحمد يعني هو من استقبلني، وهو من فجيت قدمت في الأوقاف السعودية.
فكانت في مسابقه حدث تقريبا 30 واحد متقدمين للفرع، وانا اقلهم يعني مانيش يعني ما كنتش حاطط في راسي ان انا اشتغل في الكهرباء، كنت اشتغل في الكهرباء. وجات سبحان الله ثالث يوم ليا في السعوديه اكون امام وخطيب مسجد الجهاد بمدينه جده بشارع المحجر الصحي. ما شاء الله، كأن ربنا سبحانه وتعالى ادالك الحلم ثالث يوم، وحقق لك الحلم بتاعك يا شيخ سيد. ثالث يوم وبقيت صرت امام وخطيب. ثم كان احد اصحاب المدارس بيصلوا ورايا في المسجد في شهر رمضان، فقال لي تيجي تشتغل معانا في المدرسه. فعينت قلت له مدرس رياضيات، انا احب التفاضل والتكامل المرحله الثانويه، كنت بعشق الرياضيات. فاشتغلت فعلا مدرس رياضيات، وثم بعد ذلك صرت وكيل المدرسه، فتره صباحيه وفتره مسائيه، مدرسه خيريه يعني زي الازهر كده، فيها منهج الازهر وفي المدارس اللغات التانية الرياضيات والانجليزي والامور زي كده. بقيت وكيل المدرسه، ثم بعد ذلك انتقلت للعطور وما غير ذلك. اتكلمنا عن دور الام، عايزين نعرف دور الزوجه في حياه الشيخ السيد الحديدي، وقابلتها ازاي وعرفتها ازاي واتجوزتها ازاي. طبعا احنا عارفين ان دي تفاصيل شخصيه، ولكن حضرتك هتدينا العناوين. الامور تمت ازاي، وعرفت زوجتك ازاي، واتجوزتها ازاي، وكان اول لقاء ما بينك وما بينها ازاي؟ والله يا غالي احنا كنا في المملكه العربيه السعوديه، وكان والدها معانا في السعوديه ويعمل معايا في نفس الشركه اللي انا شغال فيها، كنت الاول موظف. هل هي مصريه؟ هي مصريه صحيح، مصريه. تعرفت على ابيها هناك وصار النصيب هي من منزله، وصار النصيب وسبحان الله يعني كان الهدف الرئيسي هو الدين. طيب عايزين نسال حضرتك بمناسبه الزوجه، يعني بما ان حضرتك يعني راجل بتتكلم في الدين، كيف يتم اختيار الزوجه؟ الانسان يعني يركز على المنبت. يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ولو كان ضعيفا يؤخذ به في ظل اعماله: اياكم وخضراء الدمن. قالوا ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني اذا الانسان يختار الواحده ويشوف والدها ووالدتها ويسال عن اصلها وفصلها، وهل هي انسانه كويسه ولا لا. ثم الدين، لما تشوف بقى الدين بتاعها، يعني دينها هل بتخاف الله، هل بتصلي، هل اهلها بيصلون، هل اهلها. بعض الناس النهارده بتبص للمظاهر والشكليات، يقول لك هو عنده ايه. هلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه فزوجوه لا تكون فتنه، الحديث. فالانسان يتخير دايما الدين. فوالله قد افلح وفاز من اختار الدين. يعرف ان الكلام ده امتى يا سياده المستشار؟ لما ربنا يرزقه بالذريه الصالحه ويشوف عياله، لانك انت ايها الرجل مش اللي هتربي عيالك، اللي هيربي عيالك الام اللي حضرتك بتسالني عليها، وانت حريص جدا على الام والمراه بصفه عامه. المراه هي مش عايز اقول نصف المجتمع، عايز اقول المراه هي المجتمع. عايز اقول لحضرتك طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اولى اهتمام كبير بالمراه ودور المراه في المجتمع المصري، لان طبعا زي ما احنا عارفين المراه جزء لا يتجزأ من الاسره. المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي اللي احنا لابد ان احنا نهتم بيها ونتوصى بيها يا شيخ سيد. اولا يعني طبعا سياده الرئيس وصى، لكن ربنا سبحانه وتعالى والقران الكريم اوصى، يعني القران اوصى بالمراه، وربنا سبحانه وتعالى وصى بالمراه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من نتعلم منه كيفيه انتقاء المراه وكيفيه التعامل مع المراه. دور الاب يا شيخ سيد في حياه الشيخ سيد الحديدي، اكيد الاب يعني له دور كبير في حياه ابنه، خاصه ان كان صغير. ربما ان الانسان كان دايما يعني مشغول بامور الدنيا، يسافر من هنا وهناك، لان انا تنقلت تقريبا شبه جميع انحاء العالم، لفيت العالم يعني. فطبعا ما كنتش مع العيال قوي زي الام. الام هي كل حاجه بصراحه. انا بقول لكل شاب النهارده رايح اختار المنبت الصح عشان تكون مرتاح في حياتك بعد كده، في عيالك، تشوفهم في عيالك. طيب يعني عايزين خلاصه رحله كفاح الشيخ سيد حديدي. خلاصه الرحله كانت يعني ازاي وفي كلمتين؟ اللي انا عايز اقوله كل انسان يبقى له هدف ويبقى له طموح، ولا ييأس من شيء، لا حياه مع اليأس ولا مستحيل. العمل عباده يا شيخ سيد، ولا مستحيله مع الامل. فشلت النهارده ابدا تاني، بدات ودخلت وفشلت ابدا تاني. يعني الانسان يحلم ويسعى جاهدا ان هو يحقق هذا الحلم، وانت عندك طرق يعني جميع المجالات. والله يا سياده المستشار الاستثمار موجود. الدوله بصراحه مهيئه لنا للانسان اللي بيشتغل. وانا هضرب لك مثل، بعض الاجانب اللي جم مصر هنا لما حصل عندهم اللي حصل جم اشتغلوا وفتحوا محلات، خاصه السوريين طبعا. انا ليا صديق سوري عنده مصنع
وعنده ربنا فاتحها عليه، وعنده قطع اراضي وعمارات هنا في دمياط، صديق ليه. مصر هي بلد هي الامن مصر. والامان يا شيخ سيد. طبعا انا لفيت العالم، يعني شبه العالم الا امريكا ولندن. رحت اوروبا، لفيت كل بلاد الدول العربيه تقريبا كلها زرتها. حقيقه ما وجدت زي مصر، والله ما بقولها مجامله. اذا اردت انك تاخد نفسك زي ما انت بتاخده دلوقتي كده وتستنشق شهيق وزفير في اشتنطق في مصر. اول مره حضرتك سافرت ولما رجعت مصر لاول مره كان احساسك ايه؟ قبلت تراب مصر. نزلت سجدت على الارض؟ طبعا حقيقه، لان انا بصراحه لما اعيش محدش بحسش بوطنيه. اجواء الوطن واجواء مصر هي حقيقة واجواء المكان اللي حضرتك بتعيش فيه، والاجواء والاصحاب والأقارب الارحام. طبعا. واهلك وناسك، والغربه كربه مهما تقول ومهما تعيد. لكن الحمد لله احنا كنا في بلد، يعني السعوديه طبعا بلد عظيم، يعني بلد تعتبر نفسك في مصر. الناس بيعاملونا هناك كاننا حقيقه من ابناء الوطن. كنت لسه هسألك فعلا عن هذا السؤال. نعم. يعني لما حضرتك رحت السعودية، انا اصحابي يعني كثير يعني اكثرهم سعوديين، لان انا سافرت وعمري 21 سنه، وانا النهارده فوق ال50. يعني عشت في السعوديه اكثر ما عشت في مصر. فاصحابي كلهم في شبابي كله كان في المملكه العربيه السعوديه. فانا معظم اصحابي. انطباع حضرتك ايه عن اصدقائك من السعودية؟ اخوه في الله، صديقه في الله. طبعا انت عملت فلتره. احنا نعتبر وطن واحد يا شيخ سيد، طبعاً. السعودية ومصر طبعا بلد واحد. المملكه العربيه السعوديه حقيقه هي البلد الاولى حقيقه اللي المصري بيحس فيها ان هو سعودي بجد. يعني ما فيش لا عنصريه ولا، يعني تمشي سليم هتعيش في البلد دي كانك ملك. طبعا بصراحه يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ امنها ويحفظ على مصر امنها ويجعلها سلما سلاما وسائر بلد المسلمين. طيب، يعني عايزين في الايام الكريمة اللي احنا عايشين فيها وشهر رمضان الكريم، نعم. ونفحات شهر رمضان واستعدادات شهر رمضان، يعني كنت ازاي وانت صغير بتستقبل شهر رمضان، وحاليا بتستقبله ازاي؟ بس عايزين نسأل عن الصغر ده الاول. يعني كان في زينة، كان في فانوس، احكي لنا عن الذكريات الجميلة دي. طبعا بنزين الشوارع، وكانت الوالده الله يغفر لها ويرحمها بتدينا المصرف او المصروف، ونروح نجيب شراشيب ونحطها، ونجيب فانوس رمضان الخشب بتاع زمان ده. كنت بتجيب دقيق وتعمل عجين وتلزق والكلام ده؟ ايه العجين ونلزق يا ما كنا نشتري بليله من ده ونشتري. كانت طفوله في رمضان ليه مبهجة بالضبط كده، ونشوف نروح وما زال طبعا شهر رمضان الكريم في مصر له اجواء عظيمة. لكن كان في نقطه مهمه جدا اللي احنا اتعلمنا عليها من الصغر، كنا حريصين جدا ان احنا نصلي التراويح في الجامع. ونصلي ورا الشيخ وندعي، نقعد نستنى الدعاء ونستنى مسجد بركات. وبعد انتهاء الصلاه الشيخ يوزع شوكولاته للصغار بالضبط، والشيخ وعصائر. اجواء روح جميله. شهر مبارك، شهر جميل، شهر خير، شهر بركه. طيب، كيف يستقبل الشيخ سيد الحديدي شهر رمضان في كبر؟ يعني حضرتك دلوقتي بتجهز لشهر رمضان ازاي وبتعد له ازاي، والنصيحه اللي انت بتنصحها للساده المشاهدين يستقبلوا شهر رمضان ويعيشوا فيه ازاي؟ والله انا هقول نصيحه في الله اشهد الله، وبقولها عن تجربه، ان خير ما تستقبل به شهر رمضان قبيل رمضان الصدقه. انك تروح تترك الباب على الاقربون اولى بالمعروف. من هم الاقربون؟ الاقربون اللي هم ذوي الارحام. من هم ذوي الارحام؟ قال اهل العلم اللي هم اليتامى من الاقارب. طب انت خلصت اليتامى من الاقارب، اروح اهل البلد؟ لا، اروح للقريب الاول. لا مش اهل البلد، اللي هو القريب. طب مين هو القريب؟ الاخ والخال. الاخ وعياله، والاخت وعيالها، والخال والعم والعمه. هل الجار يعتبر من الاقرباء؟ يعني لو جارك محتاج المرحله اولى الجار ولا القريب؟ لا، القريب. قريب الاول. نعم، القريب اولا، ثم بعد مفهوم الناس في العطاء يقول لك لا ده قريبي ده وسطهم كده عندهم عفه، عندهم عزه نفس. يعني اذا يفضل ان الصدقه تخرج قريب للقريب اولا. نعم، ثم اليتامى. يعني بعد ما تخلص الاقرباء منهم اليتامى والمساكين. المسكين اللي هو ما معاش يجيب الحاجه اللي هو يعني تقضيه في قوت يوم. بمناسبة ان حضرتك يعني من داعمين وساندين لحفظة كتاب الله، نعم. الناس اللي هي يعني بتقرأ القرآن بطبيعتها في شهر رمضان، كيف يقرؤون القرآن في شهر رمضان؟ هل بالقليل ام الكثير؟ هل ب 30 جزء؟ هل يعني عرفنا ادينا روشتة لكيفية قراءة القرآن في شهر رمضان؟ انا هستسمحك في حاجة يا سيادة المستشار. يعني حضرتك بتحس على نقطة جميلة جدا الناس بيسمعوها ممكن في الخطباء. انا عندي شيء اهم، صلة الرحم. صلة الرحم. الناس النهارده الاخ ما بيكلمش روح يقرا قرآن،
الاخ النهارده مخاصم اخته عشان قالت له كلمه، ولا حد قال له كلمه، ولا زوجته قالت له كلمه، ما قطعها. انت ازاي هتستقبل شهر رمضان وانت راجل قطع؟ يعني اذا حضرتك بتوصي ان اللي يقرا القران لابد ان يطهر قلبه من الضغائن بالضبط. والحقد والحسد وانه يصل رحمه. عايزين نسال الشيخ سيد طبعا على سبيل الدعابه، يعني في شهر رمضان طبعا الاكل لا غنى عنه، صحيح. والشرب لا غنى عنه، نعم. والحلويات لا غنى عنه. صحيح. عايزين نسال الشيخ سيد الحديدي ما يشتهيه قلبه من انواع الاكل في شهر رمضان الكريم، وحضرتك توصينا ناكل ازاي. طبعا في نصائح لكيفيه التعامل مع الطعام في والله الدين لا الإسلامي. ننصح به كما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم وارشدنا اليه: ثلث لايه؟ لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لايه؟ فالانسان يبقى عنده تلت ما وتلت. يزودش يعني. عشان تعرف تصلي وتعرف لكن الانسان لما يجي يقوم مثلا البطه محطوطه قدامه والرز محطوط هل قدامه. فعلا موضوع البطه ده في اول يوم رمضان ده شيء مقدس لا دي عند الناس؟ عادات وتقاليد مصريه جميله جدا. يعني احنا يعتبر من الارياف، ويعتبر من حقيقه شيء جميل. عايزين نعرف الاكله المحببه لحضرتك عشان يمكن نستجيب ونمشي وراك يا شيخ سيد. ربنا يعزك. لا والله انا الاكل المفضل عندي كل ما هو طيب فهو طيب. يعني أكيد. انا بصراحه كلها بركات من عند ربنا. كل حاجه بفضل الله. طيب يعني لما والدتك كانت بتحط لك اي اكل كنت بتاكله ولا كنت بتشترط عليها؟ لا اي حاجه. نشوف العيال الصغيره النهارده بتتدلع. لا. مش عايزين سمك، مش عايزين مش عارف ايه. زمان ما كانش الدلع اللي احنا بنشوفه النهارده. زمان كانت الناس بيعلمونا على الجديه وعلى الرجوله منذ الصغر. وما زال المجتمع المصري حريص على هذه الجديه. بالضبط. احنا بنحسها طبعا من خلال يعني سيادتك ومن خلال الساده الاعلاميين التانيين. التوجيه والارشاد ترى مهم جدا في حياه الانسان. لما الانسان يعني احنا ما واحد يشوفك وانت قاعد تتكلم ويسمع الكلام ده ممكن يتلقى النص ويعمل بيه. حضرتك بتحب الرياضه؟ انا عملت دوره لكره القدم عام 1990 و1989 تحت ال 18 سنه. هل كنت بتمارس لعبه كره القدم؟ انا كنت اشرف. انا دايما احب القياده. دايما. فكنت انا عاملها تبع الجماليه، وكان الكابتن رافض الخميسي بيذيع والكابتن سليمان نضوي. حضرتك يا شيخ سيد اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. مشجع الاهلي؟ صحيح. عن اقتناع؟ طبعا. حضرتك تعرف لعيبه الاهلي حاليا؟ والله انا ليا فتره طويله طبعا. انا متابع الحدث ومتابع كره القدم. نادي الاهلي هيلعب في كاس العالم، وطبعا انا شخصيا زملكاوي، ولكن انا عايز اقول للساده المشاهدين ان طبعا احنا كمصريين طالما ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر في بطوله قاريه وعالميه وطبعا بيشرفنا وده شيء احنا بنفخر بيه، انا كزملكاوي بتمنى التوفيق للنادي الاهلي لانه طبعا بيمثل جمهوريه مصر العربيه، ومش زي ما الناس بتقول ان الزمالك ضد فريق الاهلي. ابدا، نحن بنشجع فريق الزمالك وبنحب فريق الزمالك وبنحب ان فريق الزمالك يكسب فعلا النادي الاهلي في البطولات المحليه. ولكن عايز اقول عندما يمثل النادي الاهلي جمهوريه مصر العربيه بل وقاره افريقيا، لنا عظيم الشرف كزملكاويه ان احنا نشجع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم. وعلشان كده انا بقول للساده المشاهدين والمشجعين كره القدم: الرياضه وكره القدم هي للمتعه فقط ولا المشاهده. لابد ان احنا نستمتع بيها ونشاهدها بتمتع دون كيد ودون غلط في الاخر، لان الرياضه في النهايه هي وسيله ترفيه. الكلام ده كلام صحيح يا شيخ سيد؟ صحيح. انا شفت سيادتك كنت عامل لقاء مع الاستاذ مصطفى قريب جدا اللي هو مصطفى العسيوي رئيس مركز الشباب. احنا كنت انا من ضمن المساندين اللي اتصل عليا الاستاذ مصطفى وقال احنا عايزين نجيب لاعب او حاجه زي كده. كنت بفضل الله من ضمن الداعمين اللي دعموا الفريق. شيء جميل ان حضرتك تدعم الرياضه. والشاب الطموح زي الاستاذ مصطفى بصراحه احنا ما شفناش. انسان جميل جدا. يعني انا شخصيا قعدت معاه. انا بناشد من خلال لقيته انسان طيب ومحترم. انا بناشد وبحب بلده جدا. بناشد الاخوه بتوع الجماليه كلهم من خلال المنبر بتاع حضرتك ده انهم يقفوا بجوار الاستاذ مصطفى، لان شاب طموح وعايز يخلي نموذج جميل جدا. احنا كان لسه لنا تكه بسيطه لولا الله، ثم ان هو معلش الامكانيات ضعيفه والداعمين، ولكن كان في حب يا شخصيا، في حب والناس كانت فرحانه. لكن احنا النادي كنا بنتابع النادي بتاعنا ما فيش فنجيله. النادي بتاعنا محتاج حاجات كتير. انا بقول للساده النواب وبقول لكل الناس اللي بتترشح نفسها: شوفوا النادي بتاعنا، شوفوا بلدنا محتاجه فعلا الرياضه مهمه جدا في حياه كل انسان وفي حياه كل مسلم. اكيد طبعا. فيعني انا بقول علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. نعم. ده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب يعني عايزين نسال حضرتك، يعني حضرتك بتفكر في ايه في المستقبل، وايه افكار حضرتك والمشاريع اللي بتهدف الى تنميه الانسان
وخاصة في مجال حفظ القرآن الكريم، حضرتك هل تنوي عمل مسابقات أخرى مثل المسابقة الماضية؟ انا احكي لنا عن مشاريعك الإيجابية اللي احنا دايما بنشوفها مع حضرتك. كانت البصمه الجميله جدا لما احنا اعلنا مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قال احنا عايزين يعني نؤسس الانسان المصري ونرفع من مكانه الانسان المصري. مبادره جميله جدا. المبادره اللي هو عملها السيد الرئيس دي كانت بتهدف من ضمن الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف، قال الرئيس قال بلسانه كده عايزين نعمل كتاتيب في كل محافظات مصر، وفعلا تم تطبيق عن طريق وزارة الأوقاف من السيد الرئيس، وذكرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احد لقاءاته اللي قال ان احنا عايزين نعمل كتاتيب. انت عايز حاجه بعد كده ايه؟ الناس اللي بتقول لك السيد الرئيس ما بيهتمش بالقران، الدوله ما بتهتمش بالدين، هو السيد الرئيس بيقول كتاتيب. لما يكون هو حريص كل الحرص على تحفيظ القران الكريم، والدكتور اسامه الازهري يجي يعمل كتاتيب في كل محافظه، دي مصر. اصل مصر والله العظيم مهما راحت ومهما جت ربنا حافظها ليوم الدين. أكيد طبعا. وبيجند لها كل مصر إن شاء الله آمنين. طبعا. فالقرآن يعني في مصر قرأه المصريون. القرآن شوف القراء بتوعنا القدامى. فأنا طبعا مصر تعتبر دولة قراءة القرآن الكريم، وتصدر هؤلاء القراء إلى الدول العربية والدول الأوروبية شخصيا. طبعا. وكان يعني الهدف الرئيسي من حياتي أو مستقبلي أو اللي أنا بفكر فيه. هل تنوي على عمل مسابقات تشجع فيها قارئين القرآن؟ احنا تكلمنا مع السيد محافظ دمياط، طبعا راجل محترم جدا جدا، راجل مؤدب وشغال. انا بشكره جدا 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 الدكتور ايمن الشهابي من هذا المنبر، والنائبه الدكتوره شيماء الصديق. بصراحه كانوا جايين بحب، انت تشوف فرحتهم وهم قاعدين في الحفل كده فعلا شيء جميل. انا ما بجاملش. السيد رئيس جامعه دمياط دكتور حمدان ربيع، حقيقه السيد رئيس الجهاز، شيء جميل ان يتواجد هؤلاء يعني الرجال كوكبه. راشد عن كليه الطب كان كوكبه من الحاضرين. ولا انسى صاحب البصمه الكبيره السيد وكيل وزاره الاوقاف فضيله الشيخ محمد سلام، كان له كلهم طبعا تحت مظله الدوله يا شيخ سيد. الدوله هي التي تشجع على حفظ القران الكريم دايما. وبعدين الدوله خير سند بعد الله. اكيد طبعا. خير سند لما يبقى وزاره الاوقاف معاك والدوله معاك والناس دي كلها. لما انت حضرتك شفت الحفل وبتقول لي شيء جميل جدا، لما جيب اعضاء مجلسي النواب والشيوخ يحضروا بتوع بلدنا الجماليه، واذكر الحاج محمد ابو خالد، وافتخر ان انا اقول دولتي من اهلي، والدكتور راشد قاعد على المنصه ده من الجماليه، عميد جامعه الازهر، عميد كليه الطب، وحافظ كتاب الله. الدكتور راشد كان معايا في المكتب على فكره. طبعا شيء عظيم ان احنا يعني نبادر الى دعم حافظين القرآن الكريم من الصبيان ومن البنات، وان احنا نشجعهم طبعا تحت مظلة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي زي ما الشيخ سيد قال انه اهتم بموضوع الكتاتيب واعطى تعليماته الى وزارة الاوقاف ان هي تهتم بهذا الموضوع. وفعلا قراءة القرآن الكريم لها اهتمام كبير عند الدولة المصرية، وطبعا جمهورية مصر العربية لها شأن عظيم وباع في هذه القراءة، لأن قراءة القرآن هي التي تؤدي بالإنسان إلى طريق الصواب وإلى الطريق الصحيح. شيخ سيد، أنا هسير نقطة شفت حضرتك في أحد اللقاءات سابقا مع عالم من أعلام القرآن الشيخ سيد سعيد. أنا هقول لك نقطة واحدة بس يعني عشان الناس السادة المشاهدين. لما سئل الشيخ سيد سعيد أسأل الله ربنا يشفيه رب الناس أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، لما تتصل عليه رئاسة الجمهورية ويتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان عايز الشيخ سيد سعيد يقرأ، فعالم ان الشيخ سيد سعيد مريضا اسال الله ان يشفيه، فاراد ان هو يتعالج على حساب الدوله. الم يكن هذا حبا في القران من الدوله؟ طبعا طبعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي انسان، فالشيخ سيد سعيد انسان له قلب وبيشعر بالناس وشيء عظيم انه يهتم بقراءة. اقول لحضرتك على حاجه ليس انا فقط، والله انا رحت باريس في فرنسا، سمعت الشيخ سيد سعيد في عربيه واحد فاتحها وهو ماشي في تونس، في المغرب، في لبنان. حدثته عن هذا الامر وقلت له عندما التقيت معه، قلت له يا شيخ سيد احنا بنمشي في اي مكان ما ذهبت دولة بنسمع صوته بصورة يوسف وصورة مريم، اسمع الشيخ سيد سعيد وافتخر واقول الراجل ده بلدياتي. طبعا طبعا. ده انا من بلد الشيخ سيد سعيد، افتخر بالقران وبأهل القران. فالشيخ سيد سعيد منبر لأهل القران، ورجل متواضع
وانا فرحت جدا في اللقاء اللي انت عملته معاه بصراحه، واستفدت منه كتير جدا، وبيشجع وبيحفز. ربنا يشفيه ويعافيه ويطول في عمره على طاعته ويديله الصحه يا رب. فهو البركه بتاعت المدينه بتاعتنا. طبعا الشيخ سيد سعيد قامة كبيرة في قراءة القرآن الكريم بصوته المتميز المتفرد اللي محدش إلى الآن قدر يقلد صوته في قراءة القرآن. ربنا يجعل قراءة القرآن اللي قرأها في ميزان حسناته، وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعله في أحسن مكانة بإذن الله. بالنسبة للمسابقات اللي حضرتك قلت لي عليها، إن شاء الله إحنا أعلنا مع على الملأ الدكتور عبد الفتاح الطروطي المسابقة اللي جاية إن شاء الله تبقى على مستوى الجمهورية إن لم تكن على مستوى العالم. شيء جميل طبعا ان حضرتك تهتم بالقرآن الكريم، هذا الاهتمام الكبير، وبندعو الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتك يا شيخ سيد، وان يعني طبعا يعلوك مقاما، لان القرآن الكريم زي ما قلنا وهنقول دائما القرآن الكريم بيعلو من شأن صاحبه عند المولى عز وجل، ويأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لصاحبه يا شيخ سيد. أنا بقول لرجال الأعمال الجمالية ورجال أعمال كل من يسمعنا وكل الإخوة المقتدر، يعني حسوا بلدنا وحسوا عيالنا على حفظ القرآن الكريم. فالهدف الرئيسي من المبادرة اللي عملها السيد الرئيس بإشراف وزارة الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري هي إيه؟ التربية والوعي للطفل. لما الطفل النهاردة يا سيادة المستشار يتعلم القرآن وتعاليم القرآن، مش هيطلع إرهابي، مش هيطلع ينتمي لحاجات يروح يضرب بالنار ويروح يقتل ويروح ينتحر ويروح، لا، ده بيتعلموا سلوك يعني فطري من القرآن الكريم. يتعلم من القرآن الكريم الدين والتربية والعلم والاحترام والتقدير، وان تسمع للعلماء وتتعلم منهم العلم. القرآن تربية. طبعا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يا شيخ سيد عايزين طبعا يعني في شهر رمضان وطبعا أثناء الصيام يعني أعتقد أن هناك أدعية كثيرة يستطيع الإنسان أن يدعو بها الله عز وجل حتى يتقبل الله صيامه وعبادته في شهر رمضان. هل هناك دعاء معين ولا أي إنسان يدعو كيفما يشاء؟ وإذا كان هناك دعاء معين فحضرتك تقوله عشان السادة المشاهدين يعني ممكن يرددوه ورا حضرتك. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. فالإنسان يدعو بما يريد، يدعي باللي في قلبك لله. خلي بينك وبين ربنا مناجاة، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ادعي ربنا سبحانه وتعالى بما شئت، قول يا رب أنا عايز كذا بلهجتك. ممكن دعوة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. طبعا أنا مش لازم ندعي كتير. بالضبط. يعني الإنسان لو رفع يده لله سبحانه وتعالى والله ربنا عمره ما ينزل إيده صفر، يعني عمر ربنا ما هيخليها صفر. هل فعلا الدعاء مستحب أثناء الصيام حتى يفطر الإنسان؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإفطار صحيح. نعم، يعني وللصائم إيه؟ فرحتان يفرحهما. ساعة لما الإنسان يجي يفطر يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللي إحنا ندعو قبل الفطور وندعو بين يعني دعوة الصائم لا ترد يا شيخ سيد. صحيح، إن كان صيامه صحيحا وإن كان عمله متقبل، وما كانش قاطع رحم، وما كانش أكل أموال الناس بالباطل، وما كانش مستحل ما حرمه الله عز وجل. ما في إنسان يجي يروح يحج ويعمل عمرة وهو واكل مال اليتيم، ماكل أموال الناس، ناصب على الناس، معاملته سيئة، ده ربنا يتقبل منه إزاي؟ عايزين نصيحة لحضرتك للناس اللي هم بيوزعوا الورث. ايه النصيحة للناس اللي يعني إذا توفى شخص، عايزين نصيحة إيجابية بعيدا عن الكلام في أي شيء. والله أنا سمعت يعني أحد كبار العلماء حقيقة من أزهرنا الأنور كان حريصا لدرجة إن هو بكى، بيقول: يا أخوانا والله لو تعلمون عقاب الله عز وجل للإنسان الذي يتمسك ويتغطرس ويتكبر ويتعالى على الورث ويحرم إخواته البنات لحد ما يوصل عمرهم 60 سنة و70 سنة ولسه ما قسموش الورث عشان ربنا منن عليه وهو معاه فلوس كتير أو هو غني وإخواته فقراء. يعني توصي يا شيخ سيد أن الميراث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وحسب الأنصبة الشرعية. حسب الشرع. في الحال. بالضبط، في الحال. دون تردد. ما تقعدش تماطل. يعني ما حدش يقول لك استنى أصل أنا ما تقولش أنا عايز الأرض دهيتي وهدي للبنات فلوس. استشير البنت. طب لو حصل فيه اختلاف يعني هل بنلجأ لمين؟ العرف طبعا للدين، طبعا لأهل الدين وأهل التخصص. في كل بلد بيبقى لها قضاة عرفيين. احنا عندنا في الجبلية دي 30-40 قاضي قضاة عرفيين يعرفون الشرع ربنا سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية فيه، هم أهل خبرة. وتلاقيه بيحكم في الشيء على البنت. ممكن تقول لك أنا مش هاخد أرض، أنا عايزة فلوس. لا، ممكن أقول لا أنت مش واخدة فلوس، والله العظيم إنك أشد الناس عذابا يوم القيامة. عايزين نسأل حضرتك لما إنسان يسأل سؤال في الدين يعني هل هناك مكان نقدر نروح له نسأل فيه صاحب علم
يعني أنا أسمع عن دار الإفتاء في كل مدينة احنا عندنا في الأزهر الشريف. بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا إفتاء في كل مدينة وفي كل مركز. اه عندنا علماء عندهم علم ودارسين ودراسة من الأزهر الشريف وعلماء الأوقاف. يعني حضرتك بتنصح الناس طبعا. لما تحب تسأل في سؤال ديني تبقى المكان الوحيد أهل العلم وهو دار الإفتاء المصري طبعا. في كل مكان طبعا. وعن طريق التليفون أعتقد وعن طريق الإنترنت تقدر توصل له كل حاجة النهارده بفضل الله عن طريق علشان ياخد الإجابة الصحيحة يا شيخ سيد. طبعا ما تاخدش العلم من واحد متزمت ولا واحد متعصب يقول لك ده لا كذا ولا دي كذا ولا دي كذا. يعني يا شيخ سيد يعني السؤال يكون من أهل التخصص. يعني من أفتى بغير علم كمن ذبح بغير سكين. من المفروض ان حضرتك لما تتسأل سؤال ما ينفعش تجاوب عليه الا اذا كنت تعلم هذا الشيء. اذا سألتني سؤال اعلمه فيما يعم الناس زي حديث الامور اللي حضرتك مدركه يعني. لكن انا لست مفتيا ولا انا لست مثلا انا يعني مثلا اذا كنت انا داعيه الى الله سبحانه وتعالى بطلع المنابر او ليا خطبه جمعه انا ناقل انا يعني طويلة بعلم مش طالب علم. يعني انا اصغر من ان اكون طالب علم. حضرتك عايزين كلمه للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش وللشرطه العظيمه، عايزين كلمه من حضرتك بمناسبه شهر رمضان الكريم. والله بقول اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر بقادتها وبرئيسها وبجيشها وبشعبها وبقادتها كلهم. احنا متابعين وشايفين وبنقول لك يا ريس احنا معاك، ومتابعين لحد امبارح وشايفين المؤتمر اللي حضرتك عملته، مؤتمر القمه الغير عادي، وشفنا الاحداث ومتابعين بدون تفصيل. بنقول المصريين كلهم وراك، واللي انت عملته من اجل فلسطين ومن اجل الاقصى ليس بمستغرب عنك، لكن انت سديت عين العدو والحاقدين والجاحدين اللي كانوا بيتكلموا على سيادتك وعلى حكومتك وعلى كل الناس دلوقتي يا شيخ سيد لا كانت مفاجأة من ملتمة حول الرئيس عبد الفتاح السيسي بما له من حكمة ورزانة عقل وسياسة حكيمة داخليا وخارجيا. يا شيخ اللي يتكلم انا هقول لحضرتك على حاجة يا سيادة المستشار. سابقا قال لك ده عمل قصور، انت شفت الشرف الكبير اللي كان المؤتمر معمول فيه؟ بالله عليك ما انت كنت فرحان ان مصر تجمع هؤلاء وهم قاعدين يبصوا كده على المناظر وعلى لم يكن هذا شيء مشرف لمصر؟ اكيد طبعا. فحقيقه يعني اسال الله عايزين نقول لهم رمضان كريم للسيد الرئيس والجيش والشرطه وشعب مصر العظيم. بصراحه احنا يكفي الامن اللي احنا فيه. انا يعني احنا اقول وكفى. فمصر محفوظه بفضل الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فاسال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، وأنا ازددت شرفا وجودا بصراحة بوجود سيادة المستشار معايا وفي ضيافتي. ربنا يعزه يا رب ويجعله دايما وأبدا مفتاحا للخير مغلقا للشر. وأنا بقول له أنت شاب طموح وإحنا بنتابعك وبنستفيد من البرامج اللي أنت بتعملها. بقول في نهاية كلمتي ديتي وأنا بدأ من قلبي ربنا يوفق أولا أهل الجمالية وأهل بلدك اللي أنت بتحبهم، وحثك على القرآن الكريم ولقاءاتك في شهر رمضان الكريم. والله كل خطوة أنت خططها إلى هذا المكان فهي في ميزان حسنات إن احتسبتها عند الله عز وجل. الحمد لله. ربنا يأجرك بها إنك تقعد تتكلم وتعلم الناس يشوفك. احنا شيخ سيد بنهدف من هذا البرنامج أنا عامله علشان خاطر نسلط الضوء على الشخصيات الإيجابية اللي في مجتمعنا، علشان خاطر الشخصيات دي بتبقى قدوة للشباب بيتعلم منهم النصح والإرشاد وبتعالج بعض السلبيات طبعا ده شيء أساسي. طبعا بتحاول إنك أنت تنمي هذه وبتخلي السلبية إيجابية طبعا. بطريقة كله في حب الوطن بطريقة حوارية بصراحة بأسلوب جميل جدا ومبدع منك. ربنا يحفظك بحفظه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك بحفظه الذي لا يرام ولا يضام. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وعين العائنين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا يعني بنشكر الشيخ السيد الحديدي على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا الكلام الطيب المبارك من إنسان لا يرجو إلا رضا الله عز وجل. الشيخ السيد الحديدي شخصية لها قيمة وقامة وإنسان بسيط وإنسان جميل. عندما اقتربنا منه وجدناه ناصع البياض ذو قلب كبير يحب الناس ويحب وطنه ويريد دايما الخير لكل من حوله. وجينا خلاص في
في نهاية الحلقة. وطبعا ما كناش عايزين الحلقة تنتهي لأنها فعلا كانت حلقة ممتعة مع شخصية جميلة، شخصية كافحت واجتهدت ووصلت نموذج وقدوة يقتدي بها الشباب، رجل محب لبلده مدينة الجمالية دقهلية. ودايما بنقول ان مدينة الجمالية دقهلية بها الكثير من العظماء واهلها الطيب المحترم. وان شاء الله في قادم المواعيد مع شخصية اخرى باذن المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.